نسعى من خلاله إلى جعل المجتمع أكثر استجابة وفعالية في التخفيف من آثار العنف على النساء وتعزيز التماسك المجتمعي. بودكاست تا مربوطة. إعداد وتقديم عمار بن جوهر. تمويل مؤسسة بنات الحديدة. تنفيذ مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بالشراكة مع مؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية عبر أثير راديو الأمل FM. مرحبا بكم، أنا عمار بن جوهر وهذا بودكاست مربوطة. بنتحدث اليوم عن القرار الأممي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، في سعينا الدائم إلى جعل المجتمع أكثر استجابة وفاعلية في التخفيف من آثار العنف الذي تتعرض له النساء في اليمن، وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال تحسين مستوى المعلومات النوعية والتوعية العامة والمناصرة حول حقوق النساء، وكذا استعراض الجهود الدولية المعززة لحقوق النساء وحضورهن في مختلف الفعاليات والأطر المدنية على مختلف الصعد. القرار الأممي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن يعتبر من أبرز الإطارات الدولية التي تهتم بتعزيز دور المرأة في عمليات بناء السلام والأمن، حيث صدر القرار في عام 2000 وهو نتاج لجهود متواصلة لتسليط الضوء على دور المرأة في السلام والأمن وتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا السياق. ويستند القرار إلى الاعتراف بأن المرأة تعاني عادة بشكل مباشر وغير مباشر من النزاعات المسلحة، وأن دمجها بشكل فعال في جهود بناء السلام يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة. يقوم القرار على أساسيات أهمها تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار من خلال دورها الفعال في صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك مشاركتها في عمليات السلام والتفاوض والبناء الوطني. كذلك حماية حقوق المرأة في النزاعات المسلحة، حيث يعترف القرار بضرورة حماية حقوق المرأة وتوفير الحماية لها ضد أي أعمال عنف أو انتهاكات تتعلق بالنزاعات المسلحة، ومن ثم تشجيع التحليل الجنساني عبر إجراء تحليلات جنسانية شاملة لفهم تأثير النزاعات المسلحة على النساء والفتيات، وكذلك لفهم دور المرأة في عمليات بناء السلام. أيضا مما لا شك فيه تعزيز الوصول إلى العدالة والمساءلة، حيث يسعى القرار إلى ضمان تحقيق العدالة للنساء ضحايا الانتهاكات في النزاعات المسلحة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. يعتبر تنفيذ القرار 1325 تحدي كبير في العديد من السياقات المحلية، بما في ذلك السياق اليمني، حيث تواجه النساء تحديات هائلة نتيجة للنزاع المسلح الدائر في البلاد، وتتعرض لانتهاكات واسعة النطاق من قبل الأطراف المتحاربة. بالرغم من أن هناك جهود تبذل لتنفيذ القرار في اليمن، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعيق ذلك، بما في ذلك الظروف الأمنية الصعبة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد. وتتطلب موائمة أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن تعاون مشترك من قبل الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية وتوفير الحماية والدعم اللازمين للنساء والفتيات المتضررات من النزاعات بشكل مباشر أو غير مباشر. ويعد القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن إطار هام لتعزيز دور المرأة في بناء السلام والأمن، ولكن يتطلب تنفيذه بشكل فعال جهود مستمرة وتعاون متبادل من جميع الأطراف المعنية، بخاصة في السياق اليمني المعقد، بما في ذلك النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ العام 2014 والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.
إضافة إلى الفقر والتشرد. وهنا يعاني اليمن من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث يعيش معظم السكان في فقر مدقع، مما يزيد من ضعف المرأة وفرصها في المشاركة في عمليات بناء السلام والأمن. كذلك ضعف الحوار والتواصل. بالطبع اليمن يعاني من قلة الحوار والتواصل بين الأطراف المتحاربة، مما يجعل من الصعب تحقيق التوافق وتطبيق القرار 1325 بشكله الفعال. أيضا ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما يؤثر سلبا على حياة النساء والفتيات ويقيدهن في المشاركة الفعالة في عمليات بناء السلام والأمن. وكذا التطرف والتشدد، حيث يشهد اليمن ظهور تنظيمات متشددة ومتطرفة تمثل تهديد للأمن والاستقرار، مما يجعل من الصعب تحقيق بيئة آمنة ومواتية للمشاركة المجتمعية للمرأة. عدم الوعي بالحقوق القانونية والاجتماعية. تواجه النساء في اليمن تحديات في الحصول على حقوق المدنية والقانونية والاجتماعية، مثل الحق في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وتتأثر حريتهم بشكل كبير بالتشريعات والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من دورهن وحقوقهن. وأخيرا عدم المشاركة في عمليات السلام والأمن. رغم أن النساء يمثلن جزء كبير وهام من المجتمع اليمني، إلا أنهن يواجهن صعوبات في المشاركة في عمليات بناء السلام والأمن، ويبقين مهمشات في عمليات صنع القرار السياسي. تواجه الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي تحديات كبيرة في تنفيذ القرار 1325 في هذا السياق المعقد، ويتطلب ذلك جهود متكاملة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وضمان مشاركتها الفعالة في جهود بناء السلام والأمن، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة لهن وتوفير الدعم اللازم لتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا. على الرغم من التحديات العديدة، توجد أيضا أمثلة على المبادرات والجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة في اليمن، مثل توفير الدعم الاقتصادي والتعليمي للنساء وتشجيع مشاركتهن في العمل الإنساني والتطوعي. كذلك تحقيق تقدم حقيقي في مجال المساواة بين الجنسين. وتمكين المرأة في اليمن يتطلب جهود مستمرة وتعاون متبادل بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وقد ظهرت بعض المبادرات والجهود التي تهدف إلى تطبيق هذا القرار وتمكين دور المرأة في عمليات بناء السلام والأمن. ومن ضمن هذه المبادرات البارزة، أولا المشاركة في المفاوضات السياسية، حيث تم تشجيع مشاركة النساء في عمليات التفاوض السياسية التي تستهدف إنهاء النزاع في اليمن. على سبيل المثال، شهدت جهود السلام في اليمن بعض اللقاءات التي شاركت فيها نساء من مختلف الأطراف المعنية. ثانيا، تمكين النساء في المجتمعات المحلية، حيث تم تنفيذ مشاريع تمكين المرأة في المجتمعات المحلية في اليمن، مثل توفير الدعم الاقتصادي للنساء من خلال برامج المشاريع الصغيرة والتدريب على المهارات الحياتية. ثالثا، توفير الحماية والدعم النفسي. قدمت المنظمات الدولية والمحلية دعما نفسيا واجتماعيا للنساء الناجيات من العنف الجنسي والنزوح من خلال تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية. رابعا، التوعية والتثقيف، حيث تم تنظيم عمليات وحملات توعية وتثقيف حول حقوق المرأة ودورها في عمليات بناء السلام والأمن، وذلك لتغيير المواقف الثقافية والاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة. خامسا، تعزيز الحوار والتعاون. تم تشجيع الحوار والتعاون بين الحكومة اليمنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق التوافق وتنفيذ القرار 1325 بشكل فعال وحقيقي. وبوجود هذه المبادرات الإيجابية، لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لضمان تنفيذ القرار 1325 بشكل كامل وفعال في اليمن، ويتطلب ذلك تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك توفير الدعم الدولي المستمر والموارد اللازمة لتمكين دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في اليمن. كنت معكم عمار بن جوهر في بودكاست تاء مربوطة. إلى اللقاء. بودكاست تاء مربوطة.
إعداد وتقديم عمار بن جوهر. تمويل مؤسسة بنات الحديدة. تنفيذ مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بالشراكة مع مؤسسة حضرموت للإعلام والتنمية عبر أثير راديو الأمل FM.